تعالى دولة معرفك الفرق بين الريشه والدوش، عشان في ناس بتاخد او في جزار ممكن يديك الدوش ده على اساس ان هو الريشه. طبعا ديت الريش وديت ايه الريش بعد التوضيب بيبقى شكلها عامل كده. ديت الريش المشويه على الفحم معروف. الدوش ده اللي هو طبعا بيبقى منطقه القفا الصدر او الضلوع، عكس الريشه اللي هي بتبقى منطقه الظهر، ده المعروف. الدوش ده طبعا حاجه جميله طبعا، ومن استخداماته ان انت ممكن تشويه. بالنسبه لو الخروف وزنه وعمره صغير، يعني لو الوزن 35 كيلو وهو حي 17 كيلو وهو مذبوح لحم صافي. وبالنسبه للخروف لو هو لبانه عمره صغير ما كسرش طبعا ولا سنه، الدوش ده بيبقى في الشوي 10 على 10. هوريك ازاي تقطعه بالطريقه الصحيحه عشان تعرف تشويه. وغير كمان التقطيع، التتبيله بتاعته بتبقى عباره عن ميه بصل، عصير طماطم، ملح، فلفل اسمر، ما فيش اختراع، ما تعملش اكتر من كده. والافضل انك تسيبه 24 ساعه في التتبيله، ولما تشويه على الفحم هتاكل وتدعي لي. خده على نار هاديه ويستوي معاك ربع ساعه بالظبط، وحته لحمه زبده الزبده، وعلى ضمانته وعلى مسؤوليتي تجرب وان شاء الله تدعي لي. تعالى يا دولي، ده الدوش اهو، هتقطعه بالشكل ده. تجيب ممكن تاخد ضلعين مع بعض او ضلع واحد زي ما تحب، كده كده يستوي معانا او بالشكل ده. ده بالنسبه للضلع. التقطيعه يعني طرف الدوش بيبقى رقيق، ممكن تاخده ايه، تاخد ضلعين مع بعض. هتيجي في النص طبعا هيبقى عريض، تاخد ضلع واحد. كل ما هتبعد هتلاقيه هيبقى رقيق معاك. خد اتنين مع بعض بالشكل ده. بص شكل الدوش عامل ازاي. يعني ديت بالنسبه للحم الداخلي بتاع الدوش شكله بيبقى عامل كده. حاول تخش تبين شكل الدوش بيبقى عامل ازاي. حته لحمه 10 على 10 تستوي ني في ني، عكس الناس اللي هي بتسلقها وبتشويها على الفحم. واحد لو صلى على النبي قبل الفيديو ده.